السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا قصة أتمنى إنها تنال إعجابكم، لكن قبل نبدأ القصة يا جماعة الخير، الأسماء اللي راح نذكرها في القصة أسماء غير حقيقية، أسماء حبيت أقولها علشان نبسط القصة. هذا شاب اسمه عبد الرحمن وعمره 40 سنة، وصل عمر هذا الشاب إلى 40 سنة، لكن عبد الرحمن لسه ما تزوج. فلما وصل عمره 40 سنة هنا فكر إنه يتزوج. بالفعل كلم أهله وقال لهم إني أبي أتزوج. هنا قالوا له أهله طيب الحمد لله وإنت تبي تتزوج. فقال عبد الرحمن بس أنا عندي شرط واحد. وش شرطك يا عبد الرحمن؟ قال شرطي إن البنت اللي أبي أتزوجها تكون بنت جميلة. أهم شيء عندي يقول الجمال، الجمال هو شرطي الوحيد. البنت اللي تخطبونها لي تكون جميلة، وجميلة بمعنى الكلمة. قالوا له أهله خير إن شاء الله. بالفعل أهله ما قصروا معه، بدأوا يبحثوا له عن زوجة، وكل ما راحوا عند عائلة من العوائل اللي المجاورة لهم يروح عبد الرحمن يشوف النظرة الشرعية، لكن ما عجبته ولا واحدة. عبد الرحمن في باله وحدة أو في باله مواصفات معينة ويبغاها على مزاجه. فمرت الأيام وعبد الرحمن كل من نظرة في نظرة، لكن ما استقر على شيء. ففي يوم من الأيام دقت أخت عبد الرحمن على عبد الرحمن. طبعا أخت عبد الرحمن هذه إنسانة متزوجة وعايشة في منطقة غير المنطقة اللي يسكن فيها عبد الرحمن. بالفعل دقت عليه أخته وقالت له إنه في بنت نعرفها عندنا، بنت جميلة جمال مو طبيعي، بنت عمرها 20 سنة، بنت جامعية، وبنت فيها كل المواصفات اللي يتمناها أي شاب. هنا اتحمس عبد الرحمن وبدأ يفكر إنه يسافر لأخته. بالفعل سافر لأخته وراحوا علشان يتقدمون لهذه البنت. يقول عبد الرحمن هنا لسه ما انصدم من جمال البنت. فلما جاءت النظرة الشرعية دخلت البنت على عبد الرحمن. عبد الرحمن انصدم من جمال البنت. فجمال البنت في البنت كانت أجمل من الوصف اللي وصفته أخت عبد الرحمن. هنا عبد الرحمن تمسك فيها وقال لهم خلاص أنا موافق على شروطكم وأنا أبيها، وأبشروا بالمهر اللي تبون وكل شروطكم مجابة. فعلا اتفقوا على شروط الزواج وتم الزواج الحمد لله، وعاش عبد الرحمن مع هذه الزوجة مبسوطين. ومرت الأيام وهم مستانسين. مع مرور الأيام أيضا الله سبحانه وتعالى رزقهم بمولود جميل، وأيضا بعد ما أجى المولود ذا أيضا عايشين حياتهم طبيعي. ففي يوم من الأيام أخو عبد الرحمن اللي هو اسمه صالح دق على أخوه عبد الرحمن. طبعا عبد الرحمن عايش في ديرة وصالح أخوه عايش في ديرة ثانية. دق عليه أخوه صالح وقال له يا عبد الرحمن أنا في سمعت إنه في تقديم على وظيفة عندكم في نفس الديرة اللي أنتوا فيها، وأنا بسافر وجي عندكم للديرة. قال له عبد الرحمن يا هلا وغلا والله، حياك الله، تعال ولا تروح محل، تعال عندي البيت، عندي الملحق يا حبيبي فاضي، خذ راحتك في الملحق. قال أخوه طيب خير إن شاء الله. بالفعل صالح اتوجه من ديرته وسافر، راح إلى ديرة أخوه عبد الرحمن. وصل صالح إلى الديرة اللي فيها عبد الرحمن، سلم على أخوه يا هلا حياك كيف حالك طيب أخبارك. قال له تعال يا حبيبي هذا الملحق، شايف الملحق هذا خليك فيه،
وبراحتك، تبغى تطلع تبغى تدخل تبغى، عشان تاخذ راحتك في الملحق. ف خليك هنا عندي، لا تروح محل، خليك عندي هنا حتى تخلص امورك، وبعدها ان شاء الله ييسر لك. بالفعل جلس صالح عند اخوه عبد الرحمن، وعبد الرحمن مبسوط ان اخوه عنده. ففي يوم من الايام كان جالس عبد الرحمن وكان عنده اخوه صالح جالسين في المجلس. شوي دخلت زوجة عبد الرحمن المجلس عندهم، وكانت الطرحة وكانت شايلة الطرحة. يقول أنا انصدمت هنا، زوجتي ما تسوي كذا، أول مرة تسويها. يقول دخلت عندنا، أو دخلت الزوجة فجأة، دخلت الزوجة عليهم ماسكة وفي يدها صحن فواكه، وقدمته لهم وقالت لهم بعد ما تخلصون الفواكه في حلا أنا مسوية لكم. هنا انصدم عبد الرحمن، لأنه يعرف أن زوجته ما تسوي كذا، وإن زوجته أصلا ما تبي أحد من أهله يجون عنده. فإيش معنى الآن أسلوبها تغير؟ وأيضا لما كانوا يجونه أي أحد من أهله عبد الرحمن كان يأخذهم على المطعم، يأكلهم في المطعم، لأن زوجته ما كانت تبي أي أحد من أهله ولا تسوي لأهله أي شيء بالمرة. ويقول تصرفات الزوجة هنا اختلفت. عبد الرحمن بدأ يشك ويلاحظ زوجته متغيرة، البيت بخور، أعطار، الأكل مزينته، مصلحة الحلا، الفواكه. فما هي عادات هذه الزوجة؟ ما هي عادات سمر أبدا، خلونا نقول عليها سمر. طبعا سمر بدأت تهتم في نفسها وفي البيت وفي الأكل طبعا سمر تغيرت هنا وصارت مهتمة في بيتها وفي كل شيء تغيرت. عبد الرحمن بدأ يشك، لأن أسلوب زوجته يعرف أسلوب زوجته، لأن هذا ما هو أسلوب زوجته، أسلوب زوجته غير عن كذا نهائيا. بدأ الشك يدخل إلى قلب عبد الرحمن. فالمهم عدى ذاك اليوم على خير. مرت الأيام، وفي يوم وما زال أخوه صالح عنده موجود لسه في الملحق. عبد الرحمن في يوم من الأيام قال لزوجته اسمعي تعالي، انت غريبة صرتي تسوين كذا وكذا وكذا، مع انه هذا ما هو اسلوبك، مع انه انت في اشياء تهتمين فيها الان اول ما كنت انت يقول لزوجته انت متغيرة، ما هو اسلوبك، انت اسلوبك الان مهتمة في كل شيء، اول والله كان اخر اهتماماتك. ردت عليه سمر وقالت له بدل ما تشكرني يا عبد الرحمن، وبدل ما تقول اني بيضت وجهك مع اخوك، تقول لي هذا الكلام. هنا عبد الرحمن سكت، مشاها لها، لكن الشك ما زال في صدره، ما زال الشك يلعب ولعب. ففي اليوم الثاني الصباح صحي عبد الرحمن أساس يروح لدوامه، صحي على زوجته وهي متكشخة ولابسة ومبخرة البيت. سلامات، إيش فيك يا سمر؟ وين رايحة؟ عندك مشوار؟ بتروحين محل؟ قالت سمر إنه أختها وصاحبة أختها راح يجون عندها بيفطروا عندها. قال عبد الرحمن قال خير إن شاء الله. طبعا طلع عبد الرحمن من بيته وهو نازل من البيت مر على الملحق علشان يشوف أخوه طلع ولا نايم، ولا إذا نايم بيصحي. فلقى أخوه جالس صاحي، فقال له أنت عندك شغل اليوم تبي تطلع ولا عندك أوراق بتروح تخلصها؟ قال صالح نعم، بس شوي باخذ لي دش، وبعد ما اخذ دش قال له
بطلع وبروح أخلص أوراقي. قال له إذن يلا مع السلامة. فتوكل عبد الرحمن، راح إلى دوامه، ولكن ما ارتاح في دوامه. عبد الرحمن في الدوام حاس إنه بينفجر، حاس إنه في ضيقة في صدره والشك يلعب لعب. فقال عبد الرحمن أنا ما راح أرتاح إلا إذا روحت البيت. بالفعل روح عبد الرحمن إلى بيته. أول ما وصل عند باب البيت تفاجأ سيارة صالح موجودة. قريب أخويا صالح نام ولا إيش فيه؟ دخل عبد الرحمن بيته وراح للملحق علشان يشوف أخوه إذا نام يصحيه. فتح باب الملحق، ما في أحد في الملحق. هنا عبد الرحمن وقف محله، قال يا رب اللي في بالي ما يكون صح، إن شاء الله شكي ما يكون صح. راح عبد الرحمن إلى باب البيت أو باب المدخل حقه علشان يدخل. جاب يفتح الباب مقفل من داخل، ما يقدر يفتحه بالمفتاح، مقفل من داخل. هنا انصدم، هنا تجمد محله عبد الرحمن. هنا عبد الرحمن بيغمى عليه. معقولة الشك يقول اللي في بالي بيصير صح؟ يا ربي ما يصير صح. يدق على زوجته على جوالها، على سمر، ما ترد سمر. فإيش يسوي؟ فهو الآن عبد الرحمن نسبة التأكد إنه صالح جوة بيته 90%. علشان كذا قال أنا ما أبي أتهور، ما أبي أسوي شيء أنا أندم عليه. فعبد الرحمن له ضابط، اسم هذا الضابط مسعود. دق عبد الرحمن على الضابط مسعود وقال له أبيك تجيني ضروري. إيش فيك يا عبد الرحمن؟ قال له يا مسعود تعال الآن أنا أبيك. قال له قل لي إيش موضوعك. عبد الرحمن شرح الموضوع كله لسعود. قال له اسمع، قال سعود لعبد الرحمن اسمع، أهدأ وخليك واقف محلك، لا تسوي شيء يا عبد الرحمن، لا تتهور، لا تسوي شيء، أنا كل ربع ساعة وأنا أكون عندك. بالفعل ربع ساعة أو أكثر شوية وصل مسعود اللي هو الضابط هو ضابط في الشرطة. مسعود وصل إلى عبد الرحمن وقال له إيش سويت؟ قال له ما مثل ما قلت لي أنا واقف أنتظرك. قال له أهدى يا عبد الرحمن أهدى شوي. مسعود بدأ شوي ومسعود وعبد الرحمن يتكلمون. دق جوال عبد الرحمن، رد عبد الرحمن، طبعا طلعت سمر زوجته. إيش فيك يا سمر ما تفتحين الباب؟ أنا قالت له أنت يعني اللي تدق على الباب؟ قال لها أيوة أنا من زمان أنا أدق يا بنت الحلال، أنا واقف. قالت له طيب أنت إيش تبغى؟ كيف أنا إيش أبغى يا بنت الحلال؟ قال لها أنا نسيت أوراق ضرورية في العمل يبغونها في غرفة النوم، فيا سمر افتح الباب باخذ الأوراق وأمشي برجع على الدوام. قالت له لا أنت تخرب علي، أنا عندي أختي وعندي صاحبتها وأنت تخرب علينا. عبد الرحمن يقول سمر تتكلم وهي ميتة من الخوف، باين من صوتها إنها خايفة. يقول قلت لها لا خليهم يدخلون المجلس وأنا بروح أخذ الأوراق وبطلع بعدين كملوا جلستكم. قالت له طيب دقائق. بالفعل 5 دقائق انفتح الباب، سمر فتحت الباب، دخل عبد الرحمن كأنه رايح لغرفة النوم. سمر طبعا فتحت الباب ورايحة للمجلس، فهو يلمح فيها وهي رايحة للمجلس. فأول ما قفلت باب المجلس على طول راح عند الباب. أول ما وصل عند باب المجلس إيش سمع يا أخواني؟ والله غش، والله قهر. سمع سمر تقول لصالح ما عليك لا تخاف، بياخذ الأوراق وبيرجع عمله لا تخاف. عبد الرحمن اتجمد محله. عبد الرحمن جن جنونه. عبد الرحمن الشك اللي في داخله كان صح 100%.
فعبد الرحمن تذكر كلام الضابط خويه اللي واقف له برا مسكين عند الباب، إنه ما يتهور ولا يسوي شيء حتى يكلم مسعود. بالفعل راح لمسعود وقال له: يا مسعود، اللي عند سمر أخويا صالح. قال له: خلاص، خذ لك عباية وتعال عند الباب، وأول ما ندخل عليهم خلي سمر بنت الناس دي تتستر أقل شيء. الضابط هنا مسعود بلغ رجال الأمن طبعا، فقبل يجون رجال الأمن دخل مسعود ودخل عبد الرحمن على صالح وسمر، كشفوهم بالجرم، كشفوهم بجريمتهم القذرة اللي لا حول ولا قوة إلا بالله. بالفعل هنا قطوا البنت دي سمر بالعباية. شوي إلا أفراد الشرطة واصلين، شالوهم وعلى المركز. عبد الرحمن رفض يتنازل عن هذه القضية، لو على قطع رقبته ما تنازل. طبعا طلق سمر، لكن يا أخواني هنا والله شعور عبد الرحمن وصدمته من مين؟ خلي زوجته لا راحت ولا جات، من مين؟ أخويا ولد أمي وأبويا يسوي فيني كذا، أخويا ولد أمي وأبويا يخونني. يا خسارة، يا خسارة، فعلا والله العظيم. هذا العذاب، هذا اللي تغبن، هذا اللي تقتل. يا رب استر على شباب المسلمين وعلى بنات المسلمين. هذه نهاية سالفتنا حبايبي. أتمنى إنكم تحطون لايك إذا أعجبتكم القصة. ألقاكم يا حبايبي في قصة أخرى بإذن الله تعالى. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، وفي أمان الله.